اهلا بيكم، وحشتوني. يا رب تكونوا بالف صحه وخير. معاكم المهندسه ايمان خطاب. النهارده باذن الله هنتكلم عن حاجه مهمه قوي، ان احنا ازاي نرتب البيت بتاعنا في خلال 15 دقيقه بس. ازاي نخليه منظم. طبعا كلنا سيدات اللي بتشتغل وحتى ربات المنزل اللي عندها اطفال بتكون عندها مشكله ان هي تخلي البيت منظم 24 ساعه. طبيعي يبقى فيه جزء من اليوم البيت فيه مش منظم. طيب انا ارتب ده ازاي في خلال 15 دقيقة؟ جالنا مكالمة تليفون من مجموعة من اصحابنا، احنا قدامنا 10 دقايق ونكون عند البيت، نتصرف ازاي ونعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. طبعا وده بيكون اكتر للناس اللي عندهم اطفال، لان طبعا احنا عارفين ان الاطفال ما بتسيبش حاجة مكانها فعليا، على طول بيحبوا يلعبوا. الادوات بتاعتهم منتشرة جدا في قلب البيت، فمهما كنا بننظم الاطفال برضو بيعيدوا بهدلة المكان. طيب نعمل ايه في الوقت ده؟ كل حاجة مش منظمة، كل حاجة مش في مكانها. الليفينج روم مش جاهز، المطبخ مش جاهز، التواليت، اماكن كتيرة في البيت مش منظمة، محتاجة تايم كبير. في ادوات كتيرة موجودة على الارض. الكائن الجميل الصغير ده مبهدل الدنيا خالص. نعمل ايه في كل التفاصيل دي ونعالجها ازاي؟ هبتدي معاكم ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. هنعمل ايه في كل ركن في الشقة بوقت ومجهود اقل. في الليفينج روم او الريسبشن ده الحل الامثل ان انا انقذ بيه الموقف. ضيوف جايين لي بشكل مفاجئ والدنيا مبهدله، الباسكتس دي هتنقذني على طول. اي كركبه عندي في الريسبشن او في الليفينج روم او المكان اللي انا هستضيف فيه الناس، اجمع فيه كل الكركبه ولعب الاطفال والكتب او اي شيء مش في مكانه، احطه في الباسكتس دي. طبعا ده حل سريع. الباسكتس بيكون ليها تقسيمات مختلفة ودور مختلف، بس احنا بنتكلم الباسكتس دي شكلها حلو جدا في اللوبي او في الريسبشن. بتكون شكلها لطيف، ماتيريالز مختلفة هتنقذنا ان احنا نلم فيها بشكل سريع. الموضوع هيبقى بشكل عشوائي، يعني انا مش هحط في كل باسكت حاجة. طبعا كل حاجة بيبقى ليها مكانها، لعب الاطفال، الكتب، الحاجات دي، بس احنا هنتكلم ان احنا هنجمع كل الحاجات دي في الباسكت وندخلها في اي غرفة عندنا لحد ما الضيوف ييجوا ويمشوا، وبعدين اعيد ترتيبها. فده يعتبر حل سريع جدا، مش هيكمل معانا دقيقة واحدة ان انا اجمع فيها. والباسكتس الصغيرة احط فيها الشواحن والحاجات الصغيرة، الاكسسوارز متنطورة في المكان، نظارة، الموبايل، الريموت. الباسكتس الصغيرة او الباسكتس الكبيرة هتنجدنا بشكل سريع قوي، وفي نفس الوقت شكلها شيك لو اتوجدت في الريسبشن او في الليفينج روم، وهتبقى شكل ديكوري حلو قوي. تاني حاجة، ازاي نتخلص من كركبة الحمام. كركبة الحمام زي فيها ادوات الشعر كلها، الادوات الشاور، الكريمات، كل الحاجات دي بتكون موجودة في التويلت. طبعا من كتر صربعتنا والاوقات كتيرة بتكون مستعجلين في الحاجات ما بنرجعهاش في مكانها. هي التويلت فيه تفاصيل كتير برضو. طيب ازاي برضو انظم الكركبة الكتيرة دي بشكل سريع لما يكون انا جاي لضيف دلوقتي؟ المنظمات الصغيرة دي بتكلفة بسيطة جدا هتلملك اي كركبة عندك على الكاونتر بتاع الحوض او التويلت عامة. استخدامات الصواني الخوص شكلها حلو جدا والديكورية فظيعة، وفي نفس الوقت هتنظم لك الكاونتر بتاع الحمام. نحط فيها ادوات الشاور بتاعتنا، الفرش، المشط، الكريمات، كل الحاجات دي هتنظمها لك.
وطقم الباسكت ده برضو مناسب جدا للتويلت، هيشيلك حاجات كتيرة قوي وينظم لك حاجات كتير قوي في التويلت بشكل سريع، من غير ما يعني تفكري او تحطي حاجات هنا او هنا. برضو المنظمات دي الخشب او اذا كانت معدن او باسكت خوص، كل الحاجات دي مناسبة جدا لتنظيم في الحمام، وهتجمع لك كل الكركبة في شكل بسيط. طبعا ده لليونتس اللي موجودة في الحمام. لو كانت كبيرة، الحمام كبير، فهيبقى عندنا يونتس خشب موجودة نقدر ان احنا ندخل فيها الفوط والادوات بتاعتنا بشكل سريع. في الاخر هنلاقي التويلت بتاعنا بالمنظر ده بشكل سريع جدا. في خلال 4 دقايق بالظبط التويلت بتاعنا هيبقى نظيف وجاهز جدا لاستقبال اي ضيف. كركبة المطبخ من الحاجات اللي بتزعجنا جدا، وخصوصا لو كان عندنا امريكان كيتشن، مطبخ مفتوح على الريسبشن او على الليفينج. طبعا شكله بيبقى مش منظم خالص، وحاجات كتيرة بتكون على الكاونتر بتاع المطبخ بتبقى مضايقانا ومبهدله المكان. طبعا اي حد هيدخل المكان مش هيبقى الوضع لطيف بالمرة. طيب نعمل ايه في الكركبة الكتيرة دي والبهدلة لو في ضيف جاي فجأة؟ انا اعمل ايه؟ رقم 1 لازم ناخد بالنا منها، لازم ما نحطش اجهزة كتيرة على الكاونتر. دايما نحاول ننظم المطبخ بتاعنا، يكون فيه ارفف للاطباق، بحيث لو انا غسلت مواعين وفي اطباق موجودة مش محطوطة في المطبقية الاساسية، يبقى انا عندي مطبقية سبير على الحوض منظمة عليها الاطباق، وفي نفس الوقت شكلها منظم وجميل. كل حاجة معلقة بتخلي شكل المطبخ عندنا حلو. الرفوف دي مش ديكور بس، لا دي شكلها حلو جدا، وفي نفس الوقت انا بحط فيها كل التوابل اللي انا عاوزاها. كذلك برضو ظهر ضلفة المطبخ نقدر ان احنا نستخدمها بطرق مختلفة. استغل ظهرها بشكل كويس جدا، اعمل فيها رف داخلي احط فيه علب توابل، اكياس، كل الحاجات دي هتخلي المطبخ معايا بالشكل المنظم ده. بعد كده هنقفل كل الابواب للغرف اللي احنا عارفين ان الضيوف مش هتدخلها، او مفيش اي حاجة ريليتد بالضيوف خالص فيها. خلاص احنا هنقفلها، حتى لو فيها شوية كركبة هنقفلها، بحيث ان الضيف ما يكونش يعدي مثلا من قدام الغرفة دي يشوفها مفتوحة. بعد كده بالمكنسة هنجيب نعمل السلجات، الجزء طبعا كله اللي ظاهر، والجزء اللي في الأرضية نعمله بقماشة ببخاخة أو مثلا بالمساحة المجففة أو أي حاجة من هذا القبيل، بسيطة وسهلة جدا، بحيث في الآخر شكل بيتنا يبقى بالجمال ده بشكل سريع جدا. وإن شاء الله كل ده ياخدش مننا أكتر من ربع ساعة.